السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كملي انت بقى. طبعا النهارده بقى يعني هنعمل حاجات عظمه كده. كعبة الحرية بتاع المدرسة. هو ده نشاط. شغل نشاط للمدرسة، كعبة وشجرة العائلة. انا طبعا هعمل انا الكعبة وهي تعمل الشغل. الا خلاص بقى. طبعا بقى نبدأ نعمل. انا هشتغل انا، هما بيعملوا الواجب مع بعض ورا. ده صمغ اللي هو صمغ المية ده. بصي لي يا حورية، بيبقى احسن من ده. ده ايه؟ ده أنا. خد. لا خلاص ده حاجة. هات المقص كده. ثواني. ماشي خد. كده. ولا كده خالص؟ لا كده ده كده. وإذا بخصوص هنقصه كله بقى وهنرجع لكم تاني. يا حبايب قلبي بقى، بعد ما خلصنا النشاط بتاعنا اللي احنا كنا قاعدين نشتغل فيه، ايه رأيكم بقى في الكعبة اللي انا عملتها ديت؟ اي كلام بس، لا اي نشاط وخلاص. اهو اعمل ايه؟ كل يوم نشاط وكل يوم وجع قلبي في المدرسة. ودي شجرة العائلة اهي. ايه رأيكم؟ والله انا عملت الحاجات دي كده على ايه؟ يعني على قد ما انا عارفة وخلاص. بعد كده بقى مش عارفين هيطلبوا ايه تاني. كل يوم انشطة ووجع دماغ ومفيش تعليم ولا في كتابان واجب ولا اي حاجة، غير ان هاتوا نشاط ودوا نشاط، اعملوا نشاط وهاتوا نشاط. هو ده اللي فالحين فيه بس انا انت خدت واجب ايه امبارح؟ قالت والله ما خدنا اي واجب خالص يا ماما. مفيش اكتر من واجب الدروس. قولوا بقى ايه رايكم بقى في الكعبة الحدقة دي، شجرة العائلة. ما لقيتش ورق فوم بني اعمل بيه ايه الجذر بتاع الشجرة ده، فلقيت الذهبي اهو اللي موجود وخلاص بقى. فقولوا لي بقى ايه رايكم بقى في التعليقات كده في الكعبة وشجرة العائلة بتاعتنا. يا حبايبي عاملين ايه؟ كده ماما عملتها لي شجرة العائلة بتاعت المدرسة، ودي الكعبة ماما هي برضو هي اللي عاملاها لي اهي. متنسوش لايكات حلوة عشان يوصلكوا كل جديد. فعلوا الجرس.